ليه يا كابتن حسام ليه؟ انا عملت لك ايه؟ قول لي قول لي عملت لك ايه؟ ليه تعمل كده؟ ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده يا رب. النهارده عندنا كلام كتير، عندنا كلام عن المنتخب، عندنا كلام عن حسام حسن واختياراته، عندنا كلام عن الزمالك وعن الاهلي. كل ده النهارده. عاملين انتوا الاول؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا على طول. قائمه منتخب مصر، عارفين قائمه منتخب مصر ما فيهاش مين؟ قول كده ما فيهاش مين؟ ما فيهاش مصطفى محمد. قائمة المنتخب يا جماعة فيها كمية لخبطة وكمية حاجات كتير غلط، أو مش غلط بقى. هو كابتن حسام حسن مختار وعارف هو عايز ايه. كابتن حسام هو واقف معانا وعارف هو مختار ايه. مختار في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء. 4 حراس مرمى، 2 من الأهلي، 1 من الزمالك. تمام. مختار في خط الدفاع محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، كريم حافظ. مايك واقع. عندك في خط النص مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، احمد السيد زيزو، امام عاشور، مصطفى زيكو، ابراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح. الهجوم بقى دي المفاجأة، محدش كان يتوقعها ولا كنت اتوقعها، كنت اخر واحد اتوقع ان ده يحصل. عندنا مين؟ عندنا عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم. مبروك لحمزة عبد الكريم، بس أقطاي عبد الله عمل إيه يعني؟ هو عمل إيه عشان يخش المنتخب؟ واستبعد طبعا مين؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد هو ظاهر جنبنا هنا دلوقتي، ده تم استبعاده. لعيب محترف عندك يا كابتن حسام يتم استبعاده إزاي؟ فهمني، فهمني. الراجل ده يتم استبعاده إزاي؟ طلع مشاكل اللي بينك وبينه يا كابتن. الراجل ده هيساعدك في المنتخب، مش هيبقى حاجة. انت كنت مش مقتنع بيه ليه؟ انا مش فاهم. بس هو راجل مهاجم مصر الاول يعتبر يعني. فدي كانت مفاجأة بالنسبة للقايمة. طبعا عندنا في القايمة مفاجأة برضو الاكتر ان هو انضمام اقطاي. اقطاي ده ينضم ليه؟ هو ظهر طبعا جنبنا. استاذ اقطاي عامل ايه؟ انت عارف انت دخلت المنتخب ليه؟ والله ما تعرف، والله ما تعرف. بس عندي برضو حاجات كده عليا. يعني انت عندك كمية مواهب في الدوري، وواخد برضو 3/4 من منتخب من الأهلي. ما تفهمش ليه؟ أنا مش فاهم ليه. يعني عندك كتير يعني أنت. والله يا كابتن يعني دي اختياراتك وربنا يوفقك فيها يا رب. بس أنا مش متفائل، مش متفائل خالص بقى. يعني كابتن زيزو، لا مش ده التاني زيزو التاني، أيوه هو ده كابتن زيزو. عمل إيه السنة دي عشان خاطر يخش المنتخب؟ ولا حاجة يعني. ما اداش الاداء اللي كان بيأديه في فريقه القديم الزمالك، ولا اي حاجه. فربنا يوفقك يا كابتن حسام. هو في المنتخب طبعا، المنتخب بدأ معسكره. طبعا كان في صور نازله كده مثيره للجدل، طبعا منهم صوره مين؟ الاستاذ احمد السيد زيزو. هو بيضحك بعد ما وصل الكونفدراليه وكان مبسوط، مبسوط ان هو وصل الكونفدراليه. مبسوط يا كابتن؟ سلام. بس فده كل ما يخص المنتخب. ربنا يوفقك يا كابتن حسام. ان شاء الله ان شاء الله تعمل حاجه في كاس العالم. انت اختياراتك غريبه المره دي، بس ان شاء الله تعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله. ده لاجل المنتخب مش لاجلك انت يا كابتن حسام، عشان انت اخترت اختيارات غريبه بصراحه. انا كان يعني انا الكونسرنين الوحيد اللي عندي انك ما خدتش مصطفى محمد وضمم اقطاي. اقطاي عمل ايه؟ هو ظهر في ماتشين الزمالك بس، غير كده انا ما شفتوش. واستبعدت ناصر منسي، اللي هو ناصر منسي ده كان يعني جايب اجوال اكتر من اخطاء اصلا. انت متخيل؟ فيا كابتن حسام ربنا يوفقك.
بس أنت في ناس ظلمتها، في ناس ظلمتها. بس كده، ده عن المنتخب وعن أحوال المنتخب. وطبعا بدأ المعسكر وعنده ماتشين، ماتش مع البرازيل وماتش مع روسيا. إن شاء الله ربنا يوفق المنتخب. ماتش روسيا هيبقى إن شاء الله يا في استاد العاصمة يا في استاد القاهرة، لسه مش أكيد. وماتش طبعا البرازيل في أمريكا يوم 6/6. ربنا يوفقك يا كابتن حسام، ويوفق المنتخب، وتعملوا نتيجة كويسة إن شاء الله، وترجعوا لنا بمركز كويس من كأس العالم يا رب. خلصنا المنتخب، نخش على الزمالك. الزمالك بعد ما خد الدوري، في انفراجة كبيرة حصلت بقى، الانفراجات كترت بقى، والناس بتتكلم، والقضايا اللي على الزمالك هنحلها ازاي، وناس طلعت قالت هنحل القضايا دي كلها، وناس طلعت فاتحة صدرها اللي هو انا هنحل وانا هنعمل وانا هنخلي. كابتن هشام نصر، كابتن هشام نصر هو ظهر جنبنا هنا. كابتن هشام نصر طلع قال ايه كله هيتحل، وهنطلع الرخصة بتاعت افريقيا، وهنروحوا افريقيا وكله هيتحل. يا رب تبقى سادة، يا رب تبقى سادة. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا سمعت خبر حلو جدا جدا جدا. الخبر ده بيقول ايه؟ بيقول ان الابليكيشن بتاع زملكاوي، الناس اللي اشتركت عليه، الايرادات اللي جت يعني الفلوس اللي جت ممكن تحل قضيه من القضايا. دي حاجه كويسه جدا. يعني انا متفائل بالقصه دي، بس ما تقنعنيش ان انت تحترم ال 18 قضيه على الجمهور. الجمهور بيديك بوش، انت حل بقى عشان هم مالهمش دعوه. هم مالهمش دعوه باللي انت بتعمله. دي نقطه. فيا مجلس اداره الزمالك، ويا رجال اعمال الزمالك، حلوا المشاكل بعيد عن الجمهور، ما تدخلوش الجمهور معاكوا في وجع دماغ. انتوا السبب في ايه؟ ويا جمهور الزمالك، كتر 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 الف خيرك انك بتساعدهم، وانك حلت لهم قضيه وهم عندهم 18 قضيه لسه ما حلوش ولا واحدة. فان في يوم واحد جمهور الزمالك يحل كل ده، دي حاجه شابوه يا جمهور الزمالك، شابوه. بس ده كده الزمالك. طبعا في ناس ماشيه من الزمالك، هنقول لكم 4 اسامي ماشيه من الزمالك، زي احمد حمدي اللي جاب لنا الكونفدراليه. انا مش عارف هو اختفى راح فين يعني. ربنا يا ابني يكتب لك حاجة في مكان أحسن. ومحمد حمدي نصيحة ليك يعني، ركز في الكورة، مالكش دعوة بحد، متقعدش ستوريز وبتاع، ركز في الكورة، ركز في الكورة يا محمد. وشكرا على اللون اللي انت جبته لنا في الكونفدرالية. ده كده أول واحد ماشي من الزمالك. الاتنين التانيين اللي هيمشوا من الزمالك، فاروق جعفر اللي هو سيف فاروق جعفر، ومحمود جهاد. محمود جهاد طبعا الإصابات، بسبب الإصابات عشان عنده كذا إصابة في كذا مرحلة، فالإصابات دي كلها أكيد ما ظهرش مع الإيه، مع النادي، فالنادي أكيد مش مستفيد بيه، فأكيد إيه هيسوقه، هيبيعه، هيشوف عرض كويس ليه إن شاء الله. وسيف فاروق جعفر برضو إيه ما كانش موجود مع إيه، مع النادي، فدول كده هيتسوق لهم عشان يتباعوا. ورابع واحد بقى الأكيني اللي هو اسمه بارون أوشينج، ده طبعا ولا حد شاف ولا حد يعرف عنه حاجة، مظهرش غير في ماتش واحد واختفى بقية السيزون كله، اختفى بقية السيزون كله. فده طبعا لازم يوصلوا معاه الحل عشان يعرفوا يجيبوا أفارقة. هو تحت السن، جيب مكانه واحد تحت السن يا عم، بس. فيا رب يا رب يا رب الأمور دي تتحل، وال18 قضية يتحلوا، عشان في الغريم التقليدي ليه الكلام اللي بيقولوه ان هم بيحضروا ملف عشان يخشوا مكانك في افريقيا، عشان هم مش عليهم حاجة ومعاهم الرخصة بتاعتهم، فهم عايزين اي ثغرة كبيرة يخلوا الزمالك ايه ما يخشش الايه افريقيا. انا كزملكاوي بقول لكم يا مجلس ادارة الزمالك فوقوا عشان ما يحصلش وما تخشوش افريقيا وتزعلوا جمهوركم. بس ارجوكوا يا ادارة الزمالك، ارجوكوا حلوا المشاكل. انتوا كسبتوا الدوري والحمد لله فرحتوا جمهوركم، خسرتوا افريقيا بس الحمد لله عدت.
والناس فرحت بعديها فنست فالفرحة نست الزعل، وكله إيه، كله فرح. فأرجوك ويا مجلس إدارة الزمالك، حاولوا تفكروا تحلوا المشاكل بتاعة إيقاف القيد عشان نوصل للحل. أنا سمعت برضه إن كذا خبر إن المجلس إدارة الزمالك بعت للاتحاد الأفريقي بيقول له مديله المهلة عشان يحل إيه، مشكلة إيقاف القيد. طبعًا أنا مش عارف الاتحاد الأفريقي رد قال لهم إيه، بس إن شاء الله، إن شاء الله هيمدّها لنا، إن شاء الله. يعني أنا بادعي أهو باقول يا رب تمدّها لنا، إن شاء الله هتتمد. ولو اتمدّت خير وبركة، معاك وقت تحل، بس حل بسرعة، حل لي بسرعة، خلّيني كده، خلّي الزمالك فايق، خلّيه واقف على رجله فايق، ما توقّفوش. الزمالك ده الزمالك يا جماعة، لازم يبقى فايق. ما تخلّوش الموقف كده اللي هو الدنيا حايرة في بعضها. طبعًا الزمالك حقق الدوري، طبعًا اللعيبة فرحت واجتهدت، وطبعًا مادي سليمان مبروك المنتخب، حسام عبد المجيد مبروك المنتخب. كان نفسي عبد الله السعيد يخش المنتخب، بس كابتن حسام له رأي آخر. وكان نفسي مين تاني يخش المنتخب؟ ناس كتير والله. فبلاش، ممكن نقول فرقة الزمالك كلها، فخلاص بلاش نقعد نتكلم كتير نقول يا كابتن حسام وليه ما اخترتش وليه اخترت كابتن حسام. دي اختياراته وهو أدرى بالمنتخب وهو عارف هيعمل إيه. بس الحساب بعد كأس العالم، بعد كأس العالم الحساب. بس كده، ده عن الزمالك. نخش بقى على النادي الأهلي. النادي الأهلي هيبقى، أقول له مبروك، مبروك يا أهلاوية، مبروك الكونفدرالية، مبروك عليكم، ومبروك لكل واحد أهلاوي واصل للكونفدرالية، عشان انتوا السيزون دوت ما تستاهلوش كونفدرالية حتى. فمبروك عليكم الكونفدرالية. الأهلي عايز بعد ما وصل الكونفدرالية عايز يقلل المرتبات بتاعة اللعيبة، فبيكلم كل لعيب بيقول له إيه، يا ريت تنزل عقدك عشان خاطر عنده عقود كبيرة جدا والناس عايز يجدد لها، واللي بيجددوا واللي عايزين يجددوا عايزين عقود كبيرة جدا. عندك تريزيجيه، عندك أحمد السيد زيزو، عندك عندك بقى اللي عايزين يجددوا إمام عاشور ومروان عطية. كلموا مين؟ كلموا تريزيجيه. تريزيجيه رفض. هم كانوا عايزين يبدأوا بتريزيجيه عشان تريزيجيه ابن من أبناء النادي الأهلي، وكانوا مفكرين إن هو هيوافق على طول، بس تريزيجيه رفض. رفض الكلام ده ليه؟ قال لهم أنا رفضت فلوس كتير بره عشان خاطر أجيلكم، تقوموا تقولوا لي تخفض عقدك، لا أنا مش مخفضه. ده اللي اتقال، مش على لساني، ده اللي اتقال. تمام. فتريزيجيه مش عايز إيه، ينزل عقده. لازم تريزيجيه يوافق عشان يعرفوا يكلموا المستر سيد زيزو. منور، منور، منور والله. فدول كده الاتنين لازم عقودهم تنزل عشان خاطر يعرفوا يجددوا لمروان عطية وإمام عاشور، واللي عقده فاضل فيه سنتين لسه عايزين يجددوا له. فكل دول، ما هو انت داخل في مشكلة، كل دول عايزين فلوس ويتقارنوا بدول. فاهم قصدي؟ بس فهم عشان السنة دي برضو ايه، الأهلي محققش المطلوب منه. اللعيبة دي محققتش المطلوب من الأهلي عايزه، ولا خد الدوري ولا خد الكاس ولا خدت أفريقيا، وطلعت من كاس الرابطة. فالأهلي ما خدش غير السوبر المصري في الأول خالص في بداية الدوري. فاهمني؟ فلا، هم لازم، إدارة الأهلي عايزة تقلل العقود دي عشان تعرف تجدد للناس. أصل هم انتوا الفلوس اللي خدتوها دي ما عملتوش بيها حاجة، فلازم نقللها لكم. بس هم للأسف ماضيين عقود خلاص، فهم بيحاولوا بشكل ودي يعملوا كده. هنشوف القصة دي هتوصل على فين، ونشوف تريزيجيه هيعمل ايه وزيزو هيعمل ايه وإمام هيعمل ايه ومروان عطية هيعملوا ايه. الأربعة معاهم قصص في الأهلي. ما اعتقدش ان امام عاشور هيجدد، ده من وجهة نظري. امام عاشور مش هيجدد، مستر امام مش عايز يجدد اصلا.
يعني هو في بينهم جدل كده بين الوكيل والنادي وامام عاشور. في بينهم جدل الثلاثه بيلفوا حوالين بعض كده. بس انا ما اعتقدش ان امام عاشور هيجدد غير برقم اللي هو عايزه. ونفس القصه مروان عطيه. ده بالنسبه لحوار اللعيبه والقصه اللي حصلت بسبب ان هم ما خدوش الدوري ولا الكونفدراليه ولا حاجه السنه دي. تمام. عندنا خبر تاني على مين؟ على مدرب النادي الاهلي حاج تروب. How are you? I love you. كده أهو. بحبك. تروب بعت اهلي بيقول لهم على الطياره اللي عايز ترجع بيه مصر، وعايز يعرف اللعيبه الجديده اللي هتيجي، ومختار شويه لعيبه بالمعنى. يعني هو قال لهم انا هرجع، انا عايز طياره عشان ارجع. وبعت لهم قال لهم ان المراكز اللي عايز فيها لعيبه وعايز كلاس ايه. الكلام ده يوصلك لايه؟ يوصلك ان تروب هيكمل. فكك بقى من حوار 6 شهور. فكك من حوار ده هيراضيه وهيمشي. لا، شكله كده دماغه عايز يطلع بأقصى استفادة من الأهلي. أقصى استفادة اللي هي إيه؟ هو أنا قاعد يا باشا، أنا قاعد، عايز تمشيني give me money، اديني عقدي كله. مش عايز تمشيني، أنا قاعد باخد مرتبي شهر بشهر. صح يا مستر ترو؟ هو رد عليه. بس فده تروب. هو عايز يطلع من الأهلي بأقصى استفادة كاملة. فترة هيحصل بينه وبين الأهلي مشاكل الفترة الجاية. ده لو ما فيش جديد في الموضوع، ده لو ما جدش جديد يعني. ده كده اتكلمنا عن ترو. تمام. والله يا جماعة في خبر تاني على الأهلي بيقول إن هيحصل أزمة بسبب اللعيبة اللي رايحة كأس العالم دي. وفي لعيبة محترفين في النادي الأهلي ما راحتش كأس العالم، فده هيعمل لهم ضيقة مالية كبيرة. الله أعلم بالخبر ده. الخبر ده لسه نازل من شوية. فأنا الله أعلم، أنا ما أعرفش الصراحة الأزمة المالية. بس الأهلي ما أعتقدش إنه يبقى عنده أزمة مالية والكلام ده كله كده. كدب في كدب يعني، ما أعتقدش. ده الأهلي. نخش بقى يا جماعة في شوية كورة خليجية كده على كورة عالمية. طبعا أرسنال حقق الدوري. مبروك يا فيل، مبروك يا فيل. عندهم 3 أفيال حققوا الدوري: أرسنال، الزمالك، والنصر. طبعا كريستيانو رونالدو يا جماعة، إيه الشغف ده؟ إيه ده؟ عنده واحد عنده دخل في 42 سنة وبيعيط. بيعيط إنه خد أنت مقفل اللعبة يا ابني، أنت قفلت اللعبة. فوق يا مستر، فوق يا كابتن. أنت قفلت اللعبة يا حبيبي. أنت بتعيط ليه بس؟ والله العظيم ولا اكنك عندك 19 سنة ولسه بادئ حياتك. مستغربك الصراحة. انت غريب. غريب والله. كل ما يكبر كل ما شغفه يزيد، كل ما يكبر كل ما شغفه يزيد. راجل ايه ده؟ يخسر بطولة يعيط، يكسب بطولة يعيط. الراجل عنده شغف للكرة يعني انت بقالك سنتين يا باشا خلاص. انا اعتقد ان كريستيانو بعد كاس العالم هيقول لهم شكرا. ده لو ما خدش كاس العالم انا اتوقع ان البرتغال هتاخد كاس العالم. البرتغيز هياخدوا كاس العالم لاجل هذا الرجل. لازم يفرح، لازم تفرحوه يا برتغاليين. لازم تفرحوه يا برونو. لازم تفرحوا يا برونو. لازم تفرحوا يا مندي. يا جماعة يا منتخب البرتغال، لازم تفرحوا. الراجل ده لازم يفرح. ده كده بالنسبة للي حصل اليومين اللي فاتوا. وبالنسبة للزمالك وللأهلي والمنتخب، أتمنى إنكم اتفرجتوا لغاية دلوقتي. أتمنى يا رب تتفرجوا لغاية دلوقتي. أتمنى بجد. شكرا جدا على اللي انتوا بتعملوه معايا. شكرا على السبسكريبشن، شكرا على اللايكس، شكرا على الكومنتات. على كمان في كومنتات لما خدنا الدوري شتيمة، بس قشطة. يعني كل واحد بس يعني بصوا ده تخفيف. انا بحفل زي ما الاهلي بيحفل، هو احنا نايل ونقيل في بعض. بس الله يسامح كل واحد شتمني يعني على الكومنتات. سلام.